دكتور لكلوك، انا اسفه لحضرتك. انا هقولك كمان اسبوعين وما عملتش حاجه. انا مسؤوله وما جبتش غير الشنطه. طب ومالك قلقانه قوي كده ليه؟ تعالي واحده واحده هقول لك تجمعي ايه. انا عرفت الببرونه دي اهم حاجه للنونو. بص كيوت ازاي. هاخدها يا دكتور، هاخدها. تاخدي ايه؟ دي لو عطوها لك هديه ما تاخديهاش. مش مهم الببرونه، هي التتينه. ايه رايك يا دكتور، اخدها عاديه ولا مصطوفه؟ لا عاديه ولا مشطوفه. انت لو هتعرفي تحافظي على تعقيمها ونظافتها بنسبه 100% هاتيها، بس انت مش هتعرفي تعملي كده ففكك منها. وخلاص مش عايزاها خلاص. خلينا بقى في الحاجات المهمه واللي لازم تيجي. اول حاجه لازم تجيبيها وهو رش السره، الكحول بتاع السره. وده فايدته ايه يا دكتور؟ لا ده مهم، كل ما هتيجي تغيري البامبرز لطفلك رش منه على السره عشان يطهرها. يعني ده معانا. تاني حاجه بقى هتجيبيها الزيت بتاع الطفل. ده مهم عشان نشيل بيه الطبقه الشمعيه بعد 24 ساعه من ولادته. وهو انا كده مش هحميه يا دكتور؟ لا هتحميه بس بعد 24 ساعه من ولادته. ممكن تستخدمي حاجه زي كده، في حاجه اسمها كاديبار، ده شاور جل وشامبو ممكن نستخدمه وبديل للمقاطعه. يعني معانا. طب والحفاضات يا دكتور، ايه رأي حضرتك في الحفاضات دي؟ كويسين وكل حاجه، بس خدي بالك ده معانا ده مش معانا. والتسلخات يا دكتور لكلوك؟ لا ما هو ممكن ما يحصلوش تسلخات لو انت مع كل غيار بتستخدمي له كريم مرطب زي ده، وكريم بريكون هيسد معاكي. يعني معانا. طبعا بعد الولاده بيكون في الم في الحلمه بتاعه الصدر، فممكن تستخدمي كريم فيه ماده اللانولين هيرطب معاكي الموضوع ده. الحمد لله، احنا كده خلصنا يا دكتور. لا خلصت ايه بقى لسه. اول يوم من عمر الطفل لازم ياخد فيتامين د، ممكن تديله فيدروب او كولاج. كده تمام، عرفت كل حاجه انت محتاجاها. محتاجه مني حاجه؟ شكرا جدا يا دكتور لكلوك، تعبت حضرتك معايا.